على وحدة البلاد، أكبر خطر على مستقبل البلاد، أكبر خطر على مستقبل الأجيال القادمة هو بقاء هذا النظام. نقطة كبيرة، نرجع لك هذه الجملة اللي لازم يحفظوها كل الناس. لا يوجد عندنا أن نقول للجزائريين ويسمعونا الله يرحم والديكم، قالوا لهم أنا خاوتكم ونهضروا في المباشر، يعني ما من القلب للقلب، من القلب للقلب. لم يثبت لحد الآن أن هناك مؤامرة فعليا مخطط لها من قوى أجنبية لتقسيم الجزائر. ما كانش، ما هو موجود، هي عبارة عن تنافس دولي، صراع نفوذ دولي، أو لو كان يلقاوك ضعيف ويلقاوك خربان يقسموا لك البلاد، يعني ما فيهاش قسموها عادي، قسموا السودان وتقسم الدول من قبل، لا. لكن في وضعنا، وضع الشعب نتاعنا، ما احناش في حاله ما يخوفوناش، ما كانش مؤامره كونيه على الجزائر. بالعكس، هناك قوى كبرى في العالم تريد ان تتعامل مع الجزائر، وتتمنى ان يكون هناك في الجزائر نظام ديمقراطي وحكم ذو كفاءه، بس تتعامل معها رابح رابح، لانه بلد شاسع فيه الخيرات، موقع استراتيجي وتحتاجه الكثير من الدول. والله العظيم انا نسمع في نقاشات، أنا نقول لك يعني على الأقل بالإنجليزي وبالفرنسي في قنوات الجادة ومع الناس جادين يتمنون للجزائر أن تكون بخير لكي يستطيعوا أن يتعاملوا معها ويربحوا في الربح رابح. لا توجد مؤامرة دولية ضد الجزائر، هناك تنافس وصراع نفوذ وصراع مصالح، وهذا أمر عادي جدا بالنسبة لكل دول العالم. لا توجد مشاكل داخلية في البلد، لا احنا نظام، لا احنا مجتمع تقسموا العرقية، ولا تقسموا مشاكل هوية، ولا عن العرقية ولا الدين، ما عندناش مجتمع متجانس، ما عندناش حتى خطر لا داخلي ولا خاطئ. تقصد بأن المجتمع متجانس يعني؟ طبعا، لأنه العبارة طلعت ما عندناش مجتمع متجانس. لا لا لا، عندنا مجتمع متجانس والحمد لله. الآن من تصريح هذا الشخص حاب تعمل منه أنت ثاني ريع آخر تضيفه إلى مجموعة الريوع التي تبرر بها بقائك. نقول الشعب الجزائري راه فاقلك بالعفسة، لأنه هو لا يعتقد باللي كان فيها جمهورية اسمها قبائل. وقلت في حلقة سابقة أنه معظم الجزائريين ما كانوش يعرفوا حتى أنه كان فيها هذا الإعلان، ومنذر بودن وفقلوا باللي عنده عشة برك يعني. والحكاية عشة أو حلم، خليه اللي يحلم يحلم أخوي.